الجزائري وولفرهامبتون، ونرى إن شاء الله يشارك في الدور مع أندية كبرى مثل لما نرى إن شاء الله نشوفه في الموسم المقبل إن شاء الله مع ليفربول أو مانشستر يونايتد أو توتنهام أو أرسنال أو أحد أندية كبيرة مثل في إيطاليا، مثل في إسبانيا، مثل أتلتيكو مدريد أو إشبيلية أو نادي آخر. نتمنى من حجم حجام أن يشارك في الدوري الإنجليزي من أجل تطوير موهبته والالتحاق بالمنتخب الوطني. كذلك عند المنتخب الوطني له مباريات ستكون إن شاء الله بعد أشهر من تصفيات كأس إفريقيا وكأس العالم، من أجل مشاركة إن شاء الله مع المنتخب الوطني في كأس العالم، تأهل لكأس العالم ومشاركة كأس العالم في أمريكا 2026. نتمنى الفيديو أن ينال إعجابكم، وليس هناك أي خبر رسمي حول الانتقال إلى الدور الإسباني أو إيطالي. هناك مفاوضات من أجل الانتقال إلى الدور الإنجليزي، ونتمنى له التوفيق والمشاركة مع ناديه وتطوير أكثر ولما نراه مع أندية كوريا. ليس هناك أي معلومات إن شاء الله، أي خصوص جديد بخصوص لاعبين سنشاركه عليكم، ونتمنى الفيديو ينال إعجابكم. فلا تنسوا الاشتراك في القناة وزر المتابعة، وهذا فضلا وليس أمرا، من أجل أن تزويدكم بالمعلومات ومشاركتنا أفكاركم حول ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في قناتكم محمد سبور سوغر، من أجل اليوم نتحدث عن لاعب دولي جزائري وظهير أيسر ممتاز، حيث ظهر مع المنتخب الوطني بأدائه الرائع، حيث أعجب به الأنصار ومعجبي المنتخب الوطني الجزائري، وما أدى إلى انتقال إلى الدوري السويسري. نتحدث عن جوان حجام، حيث يبلغ من عمر 22 سنة، وهو لاعب في نادي السويسري. آخر الأخبار تقول بأن أنيس حاج موسى ضمن اهتمامات كل من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي حول مفاوضات وانتقاله، والدوري الإسباني أي كذلك، مثل إشبيلية في الدوري الإسباني، وإيطاليا تورينو، وفي إنجلترا وولفرهامبتون يريد خليفة آيت نوري بعد انتقال صفقة آيت نوري إلى مانشستر سيتي ب 37 مليون، ب 40 مليون يورو. هو الآن يريد ضم الجناح الأيسر الجزائري جوان حجام، وهو منفتح من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي من أجل أن يشارك مع وولفرهامبتون وإظهار مستواه، ولم لا نراه مع أندية كبيرة مثل آيت نوري. اليوم نتحدث عن مفاوضات. هناك من يقول مفاوضات بين وولفرهامبتون، وهناك